قال إلى كم أقسام ينقسم النفاق؟ إلى قسمين معروف: أصغر عقدي وغير عقدي عملي. وهل من كانت فيه خصلة من هذه الخصال، مثل إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر، هل يخلد في النار؟ لأن بعض الناس يقولون إن المنافقين لفي الدرك الأسفل من النار. لا، هذا نفاق عملي يسمى بالنفاق العملي، وكل صفة من النفاق العملي موجودة في أصحاب النفاق العقدي، هذه من صفاتهم. لكن قد توجد في بعض أهل الإسلام أنه يحدث ويكذب غير مستحل الكذب، وأما إذا استحل الكذب فهذا يخشى عليه من الكفر بالله سبحانه وتعالى. وهكذا يعد ويخلف الوعد، ويخاصم وعنده فجور في الخصومة، ويعاهد ويغدر، ولا يفي بعهده، ولا يفي بمواثيقه، عنده غدر مثل الرافضة، وهم ذروة المنافقين في هذه الصفات كلها موجودة فيهم. إذا حدثوا كذبوا، وهم أكذب الطائف كما يقول الشافعي، وإذا وعدوا أخلفوا، فما يفوا بوعودهم. فلا تصدق رافضية في وعده، فإنهم أهل الخلف للوعود. وإذا خاصموا فهم البحر الذي لا ساحل له، فجروا، فهم أهل الفجور وقمة الفجور في الخصومة والعياذ بالله. فلا إنصاف عند رافضي لغير رافضي، لا ينصفون أحدا قاتلهم الله، بل هم أهل الخصومة وأهل الفجور. وهذه الصفة ذم الله بها قريش، وأنهم قوم خصمون. ولا ينبغي للإنسان أن يكون الخصم الألد، فهؤلاء إذا خاصموا فجروا، ونسأل الله العافية، والصفة متأصلة في المنافقين العقديين، فلا ينبغي للمسلم أن يتصف بها فيتشبه بأولئك. وإذا عاهدوا غدروا، كذلك أيضا لا تركن إلى عهد روافض ومواثيق روافض ولا يهود، والروافض فرع اليهود وربما زادوا عليهم، فما لهم عهد ولا لهم ميثاق يبرم مع أهل الإسلام، فهم أهل النكث وأهل النقض للعهود، ونسأل الله العافية والسلامة. والمسلمون يعرفونهم، ومن لم يعرفهم قد عرفهم الآن، ومن لم يعرف الرافضة فيما تقدم من الصفات عرفهم الآن من السياسيين وغيرهم، فما صاروا يركنون لعهودهم ولا لمواثيقهم ولا لوعودهم. كل هذا الصفر على الشمال عند الرافضة. فالحمد لله الذي أيقظ الناس في الرافضة، والمغفل مغفل. لكن لا الحمد كثير من ساساتنا ممن يقومون على شؤوننا السياسية بدأوا يتفهموا، وبدأوا يدركوا أشياء كثيرة عن الطوائف، كانوا ربما حسني الظن في الطوائف، أما الآن بدأوا يدركوا أشياء كثيرة، ويشددون على بعض الطوائف لما رأوا من شرهم، ويمنعون بعض الطوائف. وكان قبل ممكنون. بقي الصوفية يا حكامنا ويا ولاة أمورنا، فإنهم فرع من الرافضة ووجهان لعملة واحدة، انتبهوا لهم، لا تمكنوهم من أوقاف ولا تمكنوهم من ساسة الناس، فهم ليسوا بأمناء على ما أنيط بهم من الأعمال، هم خونة مثل الروافض. الصوفية خونة مثل الروافض، لا يصلحوا أن يكونوا ساسة لنا في قطمير ولا نقير، فضلا عن الكبير، فلا نأمنهم على القطمير ولا القنطير، أي والله على القطمير ولا النقير، فهم خونة، وهم عندهم عمالة للرافضة. أنا أتحدى صوفيا أن يتكلم على رافضين، أتحدى أن يقوم على المنبر ويقول عبد الملك الحوثي زنديق، عبد الملك الحوثي كذا، الرافضة سبابة أصحاب رسول الله، سبابة أبي بكر وعمر ومعاوية وأبي سفيان، سبابة أبي بكر وعمر ومعاوية وأبي سفيان وهند رضي الله تعالى عنهم، وأنا ذكرت هؤلاء عمدا.
أتحداهم أن يقولوا هذا، أنهم سبابة معاوية وهند وأبي سفيان. أما أبو بكر نحن ما نستطيع، ما كل صوفية ما يحبون، بل يحبون كثير منهم يحبون أبا بكر، يسمون أبا بكر ويسمون عمر كثير منهم، لكن معاوية وأبو سفيان وهند ما هم حولهم. الله يوفق الدولة تزيلهم، تزيل القائد العسكري الصوفي من مسؤوليته، وتزيل الوزير الصوفي من وزارته، فلا خير في صوفي ولا خير في رافضي، لا خير في صوفي ولا خير في رافضي. اللهم ولي علينا خيارنا يا رب. اللهم لا تجعل لرافضي ولا صوفي ولاية علينا، ولا لمبتدع من أهل البدع، فإنهم إذا تمكنوا منا آذونا، ونحن مرمى سهامهم من قبل ومن بعد، مرمى سهام أهل الأهواء، فيتمنون أن يتمكنوا حتى يؤذوا أهل السنة فقط، ما معهم لهذه الأمنية الشيطانية حتى يؤذونا. فالله معنا عليكم سبحانه وتعالى، والله غالب على أمره وناصر لأوليائه، ولن يمكنكم من رقابنا. والله يقسم لكم بالله لو تمكن الرافضة لرأيت الصوفية في أنعش ما يكون من أحوالهم، سيأتون يترزحون في مسجد أنور هنا. الله يقطع أرجلكم ويعمي أبصاركم ويصم أذانكم، ولا يبقي أحدا منكم من الظلمة هؤلاء. والله إن جاءوا يترزحوا قالوا خرج من الكرسي، إيش معك يا بلال هنا؟ خرج. صحيح والله، إيش معك هنا؟ وين يا صوفي هذا؟ صلى الله أن يتوفانا قبل أن نرى هذا. ما نتحمل هذا، ما نتحمل. يأتي واحد متميع يأتي يصلي عنا هنا يخطب المنبر حقنا. الله مصيبة علينا، أقسم بالله أنه مصيبة. إلهنا سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت.